كيف ممثل بدون موهبة يصبح أشهر ممثل عراقي من الستينات إلى كم سنة فاتت. وهل لقاسم الملاك وجه ثاني إحنا ما نعرفه، وجه شيطاني؟ كمل الفيديو للأخير حتى تعرف. هذا طلع كاتب دبخانة لو فيلسوف. شلون راح أدبرها؟ تبدأ قصتنا فرقة 14 تموز من مسرحية باسم حب في الدبخانة أو الدبخانة. ظهرت المسرحية سنة 1967. تحكي المسرحية عن عدنان كاتب وموظف في الدبخانة، وهو بن أخ أبو نجاة صاحب المدبغة، وحبه لبنت عمه نجاة. وهنا أول مرة يظهر فيها قاسم الملاك بشخصية نزار اللي هو ابن صديق صاحب الدبخانة، وهو شاب ثري جدا وطايش جاي من أوروبا، وتنعجب به نجاة، وتدور أحداث كوميدية ودرامية داخل المدبغة. المسرحية من شفتها وأنا أعتبرها أيقونة المسرح العراقي بسبب التمثيل والقصة وطريقة طرحها. لا تفوت، راح أخلي رابطها بالوصف. وعن المدبغة للجلود والمشاكل والحوارات اللي تصير ويا موظفين المدبغة، ومشاكل عائلية كوميدية بحت، وكانت من أنجح المسرحيات بذاك الوقت، وظهر بها الوجه الجديد اللي حبوه الجمهور. وهنا كانت انطلاقة قاسم الملاك في الوسط الفني. اسمع لك، هاك دينار لك بخشيش، وش وصاك هذاك؟ لا تجيب له، افتهمت؟ عمرك حمد 1000 صار ممنون. 1970 يشارك قاسم الملاك بفيلم جسر الأحرار بدور بسيط لا يكاد يذكر، فيلم جريمة ودراما، ويمكن أول فيلم عراقي ينزل بهذا التصنيف. الفيلم أسود وأبيض ويعتبر فيلم صامت، يحكي عن الفرق بين حياة الأغنياء والفقراء. يبدأ الفيلم بعائلة فقيرة يدفعون عربانة وينامون بالجسر، وينتقل بين المشهد إلى عائلة ثرية تعيش حياة الرفاهية مع قصر وسيارة كشف رودستار، وينتقل بين المشهد إلى نادي ليلي. وأب العائلة الغنية كان متنافس مع غني آخر، ويصعد بهم الغيرة إلى حد ارتكاب جريمة قتل في النادي. بعدين ينقلنا المخرج إلى العائلة الفقيرة اللي تنام بالجسر في الصباح بمشهد عائلي ويلتمون على العربانة ويرجعوا يمشون. يمكن راد ينقل لنا المخرج رسالة إنه المال مو كل شيء، العائلة وسلامتهم أهم، بس يمكن ما وصلت الرسالة. هاي أول مرة أشوف الواحد يتوقف ويحققون وياه. ليش؟ لأن سافر من مدينة إلى مدينة. أقول أستاذ، ليش ما صدروا قانون وتقولون بي ممنوع السفر؟ ليش ما قالوا لي دمك خفيف لهالدرجة؟ أني أعجبك أستاذ. 1976 يشارك قاسم الملاك بفيلم ضخم جدا اسمه الرأس. شاركوا به أكبر نجوم العراق مع نجوم عرب مثل سليم كلارس، وشارك بالعمل سامي قفطان، سمر محمد، والفنان الكبير طعمة التميمي، وشارك بالعمل المطرب سعاد عبد الله صاحبة أغنية أنا مسيكينة، وكثير ممثلين عراقيين وعرب. ومن إخراج المخرج الكبير فيصل الياسري. المخرج ذكرناه بحلقة الانيميشن، مخرج أول فيلم انيميشن عراقي طويل. بداية الفيلم يرجعنا إلى العراق القديم وهدم التماثيل إلى أن يقع رأس تمثال سنطرق الثاني. وهنا يبدأ الفيلم بتخطيط مجموعة من الأشرار على سرقة رأس سنطرق الثاني، وتبدأ القصة المطاردة بين الشرطة والمهربين بين 3 دول، العراق سوريا ولبنان. الفيلم يجنن من سيناريو وإخراج وتصوير، شي صدق يرفع الرأس. كذلك سنة 1978 مثل الفيلم تحت سماء واحدة، لكن بحثت عن الفيلم وما لقيت عنه شيء. أنا ما نسمع المقابلة عمي يقولهم لا ما يقولون، أنا ما يقولون. إلى 1980 شارك بمسلسل المتمردون ومسلسل أيام ضائعة وبفيلم القناص من نفس السنة. لكن انطلاقه بالتلفزيون هي مسلسل الذئب وعيون المدينة بدور رجب الشاب الفقير الخبل أو العقل بسيط، وهذا الشخص كلش حبوه الناس. وهنا نحط قاسم الملاك بخانة الممثلين الكوميديين، لأن ذيك الفترة كانت السينما العراقية جادة، وكان بين وحوش تمثيل من جيله مثل سامي قفطان، طعمة التميمي، جواد الشكرشي، اللي كانوا ماكلين السينما وخصوصا الدراما والتراجيد. يقول أمير المؤمنين إنه لا يرضى لكم أن تصغوا إلى وشايات العدو أو تعيروا لأراجيفه آذانا صاغية. سنة 1981 يشارك بمسلسل مدفع الزوم بدور بسيط، ويشارك بفيلم تاريخي القادسية بدور العراف. يحكي الفيلم عن معركة القادسية اللي مكنت المسلمين من افتتاح بلاد فارس سنة 636. كان عمل ضخم وتاريخي على مستوى الوطن العربي. شاركت به الممثلة المصرية سعاد حسني، علايلي، شدا سالم، وإيليا طاهر، طعمة التميمي، بهجة الجبوري، ومحمد المنصور. وكان أداء قاسم الملاك أداء عظيم، خصوصا أن الفيلم افتتح بمشهد قاسم الملاك الفيلم بالفصحى، وهذا يدل على أن السينما العراقية كانت بذاك الوقت لا تقل عن السينما المصرية. وأتمنى اللي يشاهد الفيلم يستمتع به بعيدا عن الطائفية، لأن الفيلم جاب شخصيات دينية جدلية. تسلمت رسالة من مستر تشرشل.
آمل أن تكون أخبارا سارة. إنه متلهف إلى تركيا إلى تفكية، بينما لدينا بأقرب فرصة. لقد شرحت ذلك عدة مرات. أنا على أتم استعداد لتوقيع المعاهدة. 1982 شارك بمسلسل حكاية الصياد عاشور وبرنامج فوانيس، ويرجع قاسم الملاك ويفاجئنا بمسلسل تاريخي اسمه المسألة الكبرى بدور الملك فيصل. الفيلم يحكي عن ثورة العشرين والشيخ ضار الحمود ومشكلته ويا الإنجليز. العمل مصروف عليه وجايبين ممثلين إنجليز. راح أخلي التقييم لكم. أنا رجب جيت أقول قبره احنا جينا نسأل على عمتي شلون صارت على الدول. زينة رجب زينة، أحسن من الأول. الله يطول عمرك يا رجب. لو ما أنت أنا حرت شو سوي. أمه هواية اندعت لك. 1983 يرجع قاسم الملاك بمسلسل النسر وعيون المدينة، الجزء لمسلسل الذئب وعيون المدينة، وكذلك يعجبهم الناس دور قاسم الملاك، وبدأت أدواره تكبر إلى سنة 1994. بالسرة نحكي عربي، نقول بالسرة يا سرة يا سرة. طبعا متعلمين على الخربطة. تفضل شوف. شارك بمسرحية مملكة الشحاذين، ويأخذ أول فيلم من بطولة قاسم الملاك وسناء عبد الرحمن باسم فائق يتزوج. تدور أحداث الفيلم عن فائق اللي يحب زميلته ويتقدم لها للزواج، لكن شروط أهلها تحول دون ذلك لعدم قدرته على إيجاد سكن. يلجأ فائق لأصدقائه دون جدول، لذا يقرر فائق الزواج بكرفان متنقل، وتفافق الأبنية ويتزوجون ويتعرضون لمواقف كوميدية. الفيلم كوميدي وأحداثه حلوة وممتعة. ويشارك بنفس السنة بمسلسل حكاية جدتي بدور أبو نؤاس، ويشارك ببطولة فيلم الأرض الملتهبة مع طعم التميمي وهند كامل. يحكي الفيلم عن بطولة الجنود العراقيين بساحة القتال في الحرب العراقية الإيرانية. لا هذه يتبوح عليها حلال وأنا يبوح عليها حرام. وجمالة عن جرازي. 1986 بعد انقطاع سنة من العمل يشارك بمسلسل من بطولته رائحة القهوة بدور إبراهيم الطفل الوحيد المدلل لامرأة، ويقع بحب جيرانهم رازقية. تدور أحداث المسلسل في إحدى حواري بغداد. كان مسلسل هادف يحكي عن الشباب والطيش وبرسالة إنسانية. وشارك بفيلم حمد وحمود كذلك من بطولته. تدور أحداث القصة عن أخوين حمد وحمود يقعون بحب نفس البنية، ويبادرون حبهم من خلال أغاني غنوها للبنت، إلى أن أحد الأخوة يضحي لأجل أخوه. كذلك بنفس السنة يشارك ببطولة مسلسل الكذبة الأولى، حيث يجسد دور موظف في دائرة يقوم ينشر كذبة بين زملائه أنه اشترى سيارة شخصية بعد أن وقع بحب فتاة، وتستمر الأحداث بإطار كوميدي. عمي أنت دا تشوف اللي أنا أشوفه؟ وأنت دا تشوف؟ عمارات كلها جام مثل الأفلام. سنة 1987 شارك بفيلم عمارة 13 مع سليم البصري وصادق علي شاهين. ويشارك بنفس السنة من فيلم من بطولته باسم حب في بغداد. تدور أحداث القصة لحادث يصير للنجار قاسم يفقد على أثره الذاكرة، حتى تلقاه وترعاه واحدة من العوائل الريفية ويسموه حمادي، ويكون أسرة هناك بالريف، إلى أن تصير له حادثة وترجع له الذاكرة. الفيلم كوميدي وبقصة وفكرة إخراجية جديدة. ويشارك كذلك بفيلم الفارس والجبل. تدور أحداث القصة عن قرية حدودية تتعرض للغزو بالحرب العراقية الإيرانية. ما يصير يا عمه. شنو اللي صار حتى أنت تحكي هالشكل؟ بعد كل هالسنين كل الناس تدري، ايش بيا ما تردوني؟ ومنو قال لك احنا ما نريدك؟ منو احسن مني؟ اما تنطوها. اذا اخذت واحد غيري اقتل نفسي وقتله. 1988 يشارك بفيلم عرس عراقي. قصة الفيلم حقيقية في الحرب العراقية الإيرانية، حيث تقع قذيفة على عرس بمدينة مندلي على الحدود العراقية الإيرانية. وشارك بفيلم من بطولته باسم 6/6، حيث يجسد دور موظف اسمه نبيل يعاني من ضعف النظر، بس يرفض أنه يلبس نظارة بسبب عائلته كلها تلبس نظارات. يلجأ نبيل للحلول الشعبية لكن بدون جدوى. كذلك تدور أحداثه حول هذا الموضوع. كاتني كذب خلاص ولا هالأول بيبي وطني صارت منصبة من الأول. بطني ولا بطنك بيبي. سنة 1989
يشارك بفيلم من بطولته باسم عريس ولكن، يحكي عن جابي كهرباء يقع بحب فتاة إلى أن يكتشف أنه البنية تعاني من مشكلة بالسمع وتدور أحداث حول هذا الشيء. ويشارك بفيلم حب ودراجة وفيلم بديعة وفيلم اللعبة بنفس السنة. بعدها يبدأ الحصار على العراق ويتوقف قاسم الملاك لمدة سنتين، ويرجع سنة 1992 بفيلم 100% من بطولته، حيث يجسد شخصية أخوة توأم، يشتغل الأول نادر والثاني لاعب كرة قدم، لكن تشابههم يسبب لهم مشاكل مما يؤدي إلى أحداث كوميدية. ويرجع بسنة 1993 بفيلم الملك مع كبار نجوم العراقيين منهم طعم التميمي وسامي قفطان وغازي التكريتي وستار خضير. وبدت أعماله تقل بسبب ظروف البلد بذاك الوقت، فالسينما العراقية تقريبا دفنت وما حد بدأ يحضر أفلام، وبدت أعماله تتقلب بين مسرحيات ومسلسلات. لها معنى صارت كلمات، بر يابسة، بر إحسان، بر غلة قمح والجمع الغلات. حتى سنة 1999 يشارك بآخر عمل له قبل السقوط، مسلسل أشهى موائد في مدينة القواعد بدور الجاسوس على القاموس، وبعدها انقطعت أعماله إلى بعد السقوط. قاصوصة أتذكر كل زين، صرت تقطع الوايرات تقصقصهن وبعدين ينطوك بخشيش وترجع الوايرات. بلي وإلى أن إجا رياض المفتش اللي ما يخاف الله وحالوني محكمة وانحكموا 10 سنين. وكلها قضيتها بالسجن؟ لا شمن العفو طلعت. حرامات. تقصد؟ طلعت. إلى سنة 2003 ينزل عمل حب وحرب. هذا العمل اللي رجع قاسم الملاك بالصورة من جديد كنجم كوميدي، لأن جسد الشخص العراقي قبل السقوط من ضياع وفقر إلى بعد السقوط، من انعدام الأمان والخوف، وجسدها كلها بشخصية فوزي نبيل خسران. كانت مسلسل ما تنسي من تاريخ العراق بذيك الفترة. كنا حبينا شخصية حمودي والفولكس فاجن الزرقاء ومشاكل فوزي مع مديره بالدائرة. وهنا لزق بيك الرجل البسيط الجوان اللي ما يقدر يحل مشاكله ودائما تتكوم عليه المصايب. بعدها ينزل حب وحرب 2 سنة 2004، إلا مسلسل الدار دور سنة 2009 اللي كلنا حبينا شخصية وردة، بعدها سايقة الستوتة اللي على نمط دار ودور وعلى نمط حب وحرب، نفس الشخصية، وجابت نتائج مقبولة سنة 2011. إلى 2012 ينزل بمسلسل الدرس الأول اللي لاقت نجاح كلش كبير بسبب الطاقة الشبابية الجديدة، فقام بدور أستاذ معتز، لكن المسلسل كانت بطولة شبابية وجه قضايا تخص الشباب مع وجود كوميديا، فكنا حبينا اللي يصير مع طلاب المدرسة وحسينا نفسنا واحد منهم، لأن هاي الشغلات تصير بكل شلة وبكل دفعة مدرسية. وكانت شخصيته الشايب اللي بالمسلسل، وهذا اللي دعم الشباب بالمسلسل وشال العمل، لكن طلع عليه كلام كثير منها. في سنة 1996 بمسرحية العالم ظهرت لأول مرة الراقصة ملايين، ومنها كانت انطلاقتها بعالم الفن. وجهت كثير انتقادات لقاسم الملاك على أنه قام يطلع راقصات على المسرح وغيرها، مثل مسلسل الدرس الأول اللي طلعت منه سولاف وأماني علاء، وغيرها مثل التنمر على قصار القامة، مثل من جاب 5 شخصيات قصار مثل عبوري وغيرهم وسماهم السنافر، أو التنمر بمسلسلاته على عدي عبد الستار اللي كان يتنمر بكل مسلسلاته على قصر قامته. غير طلعوا ممثلين صغار واشتكوا من كثير عالس بجورهم، لدرجة انه طلعت ممثلة مثلت وياه من قصار القامة قالت انها تقاضت مقابل 30 حلقة 400,000 بس. جورج على الحلقة ثانية انا ويا قاسم ملاك بوقتها قالوا على الحلقة نعطيك، اتذكر اني 27 حلقة الي اعطوني 400,000. 400,000 وحق الله حتى صدمت، قلت مال 400,000 400,000 قد يعني على الحلقة. إلى حد آخر عملين اللي هم العرض حالشي 1+1 اللي لاقى عليهم تنمر كثير، هو بسبب ظهور نجوم جدد شباب وإخراج وقصص جديدة مثل ولاية بطيخ ومسلسل وطن، وبدت MBC العراق تجيب مخرجين عرب تصرف على المسلسلات. قاسم الملاك رجل كبير بالعمر، عدى عمره 80 سنة، ما تلوق له بعد أدوار البطولة اللي مثل ما كان بالثمانينات كنجم سينمائي صف أول ويمثل 4 أفلام. فحتى عمر الشريف النجم المصري العالمي حكى بهاية لما قالوا له ليش تركت التمثيل، قال لهم صرت رجال كبير ما يرهم لي غير دور الشايب العربي. أنا ما أتمنى قاسم الملاك يترك الفن، لكن يرجع بأدوار تليق بعمره ومع ممثلين شباب يشيل عنهم العمل ويدعمهم مثل مسلسل الدرس الأول. وهنا تنتهي مسيرة نجم حمل على كتفه السينما والدراما العراقية طول 50 سنة، شارك منها ب72 عمل من مسرح ودراما وسينما. وشكرا. علو طار علق اللقلق علو طار علو طار علق وكر الذات المختار علو طار اللقلق علو طار علق وكر الذات المختار
اللوطار.